أول شيء الحمد لله على كل حال، وهذا قدر مكتوب. نسأل الله أن الله يلهمهم الصبر والسلوان. احنا نحمد الله اللي رجع عبد الله سالم، نسأل الله تمام خير. أنا وصلنا الخبر يوم الجمعة، اتصلوا عليه الشباب قالوا أنه عبد الله طالع هو رفيقه الخميس، وعلى موعدين ربعهم بالليل بيمرحون عند تمير بيتصيدون هناك صباح الجمعة، رحلة صيد، وأنهم ربعهم من بعد المغرب يوم الخميس وهم موجودين بالموقع اللي عند تمير اللي هو سد الشحمة، ويدقون عليهم مقفلات جوالاتهم. نعم، نزلنا أقول لك الخبر بمكشات تقريبا 12 الظهر أو إيش خلك تنزل مكشات عشان الموقع بران يعني؟ إيه، لأنها الشغلة هم بالبر وهلا البر دعم يعني فزاعين الصراحة، غير أنهم يعرفون المواقع وراعين فزعة. إيه طبعا الشرط المحيطة بالمنطقة كله كلمته، مفقودين عندنا، هل هم عندكم، هل سمعتوا في حادث، هل شيء، عشان نبدأ خطوة خطوة. هم طلعوا الخميس الظهر بلغينكم يروحون تمير، بيروحون بس بيروحون عن طريق التنهات. اي اقطعوا التنهات فيضة المقابل له من الجهة الغربية اللي هو باتجاه تمير، مناطق مستوية تسمى الصياهد، بعدين تبدأ المناطق الجبال والحزوم تسمى العرمة، فيها الشعبان اللي تصيدون بهن. طلعت طيارة هليكوبتر يوم السبت، اتجهت ركب معهم منصور السنيدي والد ماجد الله يرحمه، لأنهم قالوا لازم يجي أحد من أقارب المفقودين، راح معهم السنيدي. طلعت الطيارة من القاعدة الفجر يوم الاثنين، راحت نزلت بتمير. طبعا الطيارة تمشي مثل السيارة، يمكن سرعتها 140-150. نزلت بتمير، شالت دليله من تمير يعرف منطقة الشعبان، لأنه إلى الآن إحنا ما ندري وين المفقودين فيه. كلمت أبو عبد العزيز، قلت قال نبي نمشي من حاي لأنه لي مجموعة ونبي، قال حنا على ما قال الحين بنا الكفاية ولا يحتاج تعنون هالمسافة هذه. والله يا أخي أنا من صوته رجال كبير أول شيء، غير الشيء الثاني أنه من حايل بعيدة بينه وبينه 700 كيلو. ثاني ليلة كلمته اطمن عليها معلما، قال والله إلى الآن ما لقينا. يوم الأحد كنا وش تطور بالموضوع، قالوا والله إلى الآن جوالاتهم مقفلة. بدأ البحث يوم الأحد بس إنه متأخر بالمساء، اتجهنا للدهناء بعد العشاء تقريبا. الاثنين بدأ البحث الجدي، وبدأوا الناس تكثر، كل ما هم يكثرون اللي جادين يعني على الكلام اللي يجينا والتلفونات إنه بتطلع لا يقل عن 30 سيارة من تمير مع الجهة الثانية، هم بيمشطون الشعبان، احنا بنمشط النفود. احنا جايين من شرق الغرب أو شمال الغرب، وهم جايين بالعكس يمشطون الشعبان. جاء فريق غوث اللي هم فريق الطيران الشرعي الله يجزاهم خير، اللي كانوا يطيرون مع الشباب من يوم الأحد، جو وانطلقوا. طبعا طريقتهم يمشطون تمشيط من السماء، ومعهم فرق أرضية يوجهونهم. الطيران الشراعي معه جهاز لاسلكي يوجه اللي بالأرض إذا شاف شيء لفت انتباهه، قال راح يمين راح يسار. مشطنا المنطقة اللي جنوب البرج ما لقينا شيء. اجتمعنا المغرب يوم الاثنين، كلنا اتفقنا قلنا انهم هم يبدو ان البرج نطاقه 20 كيلو، قلت انا لا يمكن ما لهم مصلحه يجون للمنطقه هذه، قلت يبدو ان لقطهم وهم متجهين من التنهات، لان التنهات عندها ابراج ثانيه، قلت ولكن يبدو انهم تاهوا وبدت تاخذهم الجواد، بدل ما هم رايحين غرب للتنهات للتمير بدت تاخذهم الجواد، هم ما ينتبهون ترجعهم شمال، ولقطهم البرج هذا ومغرزين عند حومة النقيان. حومة النقيان منطقة اللي هم فعلا مغرزين صاروا فيها. احنا طالعين بسيارة نحترم، انا ما راح ندخل الحومة لما يجون هم بالطيارات حقتهم يشون، ما استفيد على اللي انا شفت اليوم الاول والثاني، ما راح استفيد. بطامر بهالسيارة ونسبة انك تلقاهم 1%، اذا كانت فوق الطيارة الى 80% نسبة عالية تصير. مار من عندهم محمد السنيدي اخو المتوفى، مار من عندهم ما انتبه لهم، تخيل لو مرت الطيارة من هنا مباشرة اللي بيشوفهم. والله وانا امشي الساعة 10 بالليل يوم الاثنين ليلة الثلاثاء البارح، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. وصلت يوم جت الساعة 2:30 بالليل، يمرنا بين القاعية والشحمة. والله وانا افرق ما نمت وانا افرق يمكن حوالي كيلوين، والله وانا امراح ما من نوم كالنوم. حاطنا الجوال عندي مريم، أذن الفجر الجوال، قمت وصليت، إمر الجيب كفرات ومليانة هواء ونسمه، والله وأنا أتوكل على الله وأنا أدخل النفود. احنا متفقين ان نمشط اليوم حومة النقيان. انا امس دقوا علي اكثر من واحد قال ركزوا على حومة النقيان. حومة النقيان
اللي هو موجود فيها. وصلوها العيال البارح اللي هو بس ما كملوا، ما قدروا يكملون. الارض يا رجل واعره ما اللي انت بيه. انطلقوا من التنهات وحذفهم المسير الى حومه النقيان. حومه النقيان منطقه الهواء رافع فيها الكثبان الرمليه بشكل عالي اكثر من 100 متر، وكل اللي حوله مناطق يسمونه عندنا رباضه، هي المنطقه اللي تمسك الموتر ما يتحرك. فقالوا الطيران الشراعي قالوا حتى حنا مع هالاحساس بكره بنمسح من المنطقه هذه وشمال. وندخل النفوذ الصعبه. غرزت والله ويلا بالثقيل اطلع. تاخرت والله يمكن حول 10 دقائق وانا على مقال. طلعت يمر عندي لي طعس طويل، المهم رقيت ومعي الدربيل ادربل يمين يسار ما شفت شيء. القاعية تقريبا 38 40 والشحمه نفسها بعد اوزن. بعيد عن الزفل. اي والله بعيد. اي والله بعيد. اتقدم حول الكيلو ادربل يمر اشوف غمارة السيارة، بياض السيارة. صرت انا مرتفع على المنطقة لاني انا مرتفع وشوفها من تحتيهم يعني السيارة. والله تقدمت من السيارة. يوم جيت السيارة يمر الاخ عبد الله يمر يوم نزل كان عنده سيارة ويشير لي بيديه وهذا. والله اتجهت له على ما قال وحولت. هو جزء الشمري لما لقى السيارة صباح الثلاثاء أخذ عبد الله وقال له وين رفيقك؟ قال آخر علمي قبل أمس، آخر مرة شافه يوم الأحد لما هم راجعين للسيارة، لأنهم هم شالوا ماء يوم الأحد. قالوا بنمشي لعلنا نطيح بأي شيء، نطيح براعي بعرين راعي غنم طريق. والله اني ادعي الله قلت اني القاهم حيين. يوم شفته واني فرحت يوم شفت على ما قال الرجال. جيت وخمن الرجال وحب ومعه ما يلام. اي والله ما يلام. شو اسمه؟ قال اسمي عبد الله. وين خويك؟ قال والله علمي قبل امس. رحنا وابعدنا واخذنا ماء وقضمانا ورجعنا وخليته بلوه شجرة. ايه المهم يوم جاء رتب السيارة وهو ينزل ثاني مرة ويسجد سجود شكر لله سبحانه وتعالى. نرتب وين اتجاهكم؟ قال اتجاهنا هذا. والله ونمشي تقريبا 400 متر 500 متر نلقى الله يرحمه متوفي. أخذ إحداثيته وأخذ إحداثية الموتر، تواصل مع أبو عبد العزيز حاتم الشويلي الله يجزاه خير. وحاتم الشويلي هو اللي كان مدير فريق البحث الله يجزاه خير. فاتجه لين قابلهم وتواصل مع الدفاع المدني، أعطوهم إحداثيات السيارة والمتوفى. والله يوم مشينا اندفعنا شوي خلينا النفوذ يمر له حزم طويل ونرقاه ويجي البث. الارسال ونكلم ابو عبد العزيز ونعلمه. اي جت الساعه 8:30 تقريبا 8:30 9 والله ولا جاني تليفون اله من الشمري. السلام عليكم. قلت عليكم السلام. قال معك جزء الشمري. قلت خابرك انا ما يحتاج صوتك معروف. قال ابشرك لقيتهم. الله يبشرك بالخير يبيض وجهك. جزء الشمري الله يجزاه عنا ما نجزاه. الله ساقه سبحانه وتعالى، ساقه لهم بدون سابق موعد أو بدون تحديد أو بدون اهتمام. الرجل دخل يعني ما كان عنده اهتمام بالمنطقة هذه. الرجال داخل على النية ولكن نيته طيبة والله يجزاه خير، فوصل لهم ويسرها الله. أنا جيتهم قبل 7. توقعت أنك تلقاهم؟ والله سبحان الله اللي ساقن عليهم يعني تقول منظار بارود. ما رحت لا يمين ولا يسار. من بعد الفجر أنت؟ من بعد الفجر هلقوا قبل 7 وأنا عندهم. وعندي سبحان الله من مشيت عندي إحساس 95% إني بلقاها. أبو عبد الله كان غربي الموقع. قلت ابشرك عقل الله عبد الله واستغفر الله جميله. وهذا نحن الان متوجهين باسرع وقت للشمري. يوم يكلمه هو مرتفع، يوم اني قلت له قفل اخذ الجوال وقال ترى انا بمكان مرتفع عشان اكلمك ترى بينقطع الجوال. قلت وانت وعدته فين؟ خلاص نبي نتقابل. قال الشحمه. قلت الشحمه تمير القاعيه اللي تبي انا مسرع وجايك. تقابلنا كلمته قال انا باقي على تمير 14 كيلو. قلت خلاص وقفنا نعبي بنزين، بغينا ننقطع من بنزين، دخلنا تمير عبينا بنزين. وكلمه ثاني مره قال هبد هذا عند اول اشاره بتمير. وننزل من السير نقف عند الاشاره تقول نبي نفتش. قال يا مقبل الشاص مولع النور بيض الله وجهه. عبد الله
يعد نفسه انه بحاله طيبه وكذا، الواحد له يومين بدون اكل وايه. اقترحنا انه على طول على المستشفى. طبعا انا تمير ما فيها مستشفى مؤهل انه يكشف وحوصات زي كذا، انسدح وراه وريحناه شوي مويه، نبي نوقف ومستعجلين بنفس الوقت، نبي نعطيه حلي. سبحان الله يسر من اخذ السكر عنده، قال انا تلا الرجال هو معطينا عصير كويس ومعطين قطعه خبز، وطبعا ما شاء الله عليه حريص، اظنه يعني ايه عنده خلفيه جدا، الله يبيض وجهه. ايوه نزلنا وقفنا عند مستشفى قوة من ولا الحبيب. مو قوة من، ما هو بقول للاسف انه ما بقول امن حسب كلام الدفاع المدني قوة من. لا ما هو بقول امن، انا اللي موديه مستشفى الحبيب الطوارئ. طائرة الدفاع المدني طلعت من تمير ومشطت جهة ومشكورين، ولكن الساعة 10 ونص الصباح قال الكابتن أنا انتهى البنزين اللي معي ولازم أرجع للرياض. باقي بالنهار 7 ساعات، لا يمكن أن الطيارة تعبي بنزين وترجع مرة ثانية. هل ما في عند الدفاع المدني إلا طيارة واحدة؟ يعني هذه أرواح بشر. بحثت يمكن من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 11، 3 ساعات 4 ساعات ورجعتهم. في سيارات؟ السيارات الدفاع المدني أنا شخصيا ما شفت إلا سيارة واحدة، والفرق الأرضية بغض النظر عن ضعف جدواه إلا ما كانوا متحمسين. ولكن حنا دائما في حالة المفقودين لا يعادل الطيران شيء في البحث. أنا ولد أختي كتب له الله حياة، وولد السنيدي مع أنه ما يقرب لي توفي، لكن أنا يعني أرفع صوتي لسمو وزير الداخلية، يعني يا سمو الوزير أعلم حرصكم على حياة المواطنين، أعلم حرصكم على حياة المواطنين، أعلم حرصكم على حياة المواطنين. الطيارة كان بإمكانه تكون أكثر من طيارة، كان بإمكانه توسع دائرة البحث وتسعف نفس. أنا ما أقول عشان ولد أختي صار حي خلاص والله ما قصروا أو مع السلامة، هم ما قصروا، ولكن كان بالإمكان أكثر مما كان. الحمد لله ولاة الأمر ما قصروا، الميزانيات مفتوحة، ولكن أحيانا يكون العائق من شيء حلقات مفقودة بين الإدارات. فحنا من هالمنطلق وبعد هالحادثة نرفع صوتنا لسمو وزير الداخلية لتغيير آلية البحث عن المفقودين. يجب الاعتماد على الطيران.